رجيم الطبق الواحد هو أفضل رجيم ممكن تمشي عليه في حياتك، وده لأنك هتحس بالمتعة وبالشبع وكمان هتخس. وده رجيم عالمي نشر بواسطة USDA، ودي منظمة عالمية أمريكية هي المسؤولة عن عمل الدراسات العلمية للأنظمة الغذائية الصحية واللي بتحقق نتائج مع المرضى. وهو من احسن الرجيمات اللي هتساعدك تخس وانت بتاكل كل اللي نفسك فيه. يعني الطبق الواحد هتقسمه لاربع اصناف: الصنف الاول النشويات، الصنف الثاني البروتين، الصنف الثالث الخضروات، الصنف الرابع الفاكهة. فهو نظام غذائي متكامل هيحسسك بالشبع، هيحسسك بالمتعة انك بتاكل جميع الاصناف الغذائية ومش حارم نفسك من حاجة، زي انظمة كتير جدا انك بتحرم نفسك من جميع الاكل الحلو اللي انت بتحبه. وده اصلا بيخلي هرمون الكورتيزول والمشهور بهرمون التوتر بيزيد، وطبعا بيكون مرتبط بزيادة الوزن. يعني تخيل في الانظمة التانية انك بتحرم نفسك وما بتاكلش اللي انت بتحبه وفي نفس الوقت ما بتخسش اصلا. عكس رجيم الطبق الواحد انك هتاكل كل اللي نفسك فيه وكمان هتخس، وكمان ممكن تستخدمه في فترة التثبيت لانك استحالة تزيد في الوزن وانت بتاكل طبق واحد. وفي الحقيقة كمان ده تطبيق الامر الالهي في قوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا صرف. فانت هتاكل اللي نفسك فيه بكميات محدودة في طبق كويس هيشبعك، والعقل نفسه بيبدأ ينظم نفسه كده على اللي قدامه، على الكمية اللي قدامه. وفي الحقيقة دي كمية مش قليلة خالص. يعني هتقول لي هو ده رجيم؟ يعني ده انا كده هجوع ومش هشبع. لا، ده في الحقيقة رجيم كويس. هو 9 معالق رز مع صدر فرخة مع كوب خضار مطهي مع موزة أو تفاحية أو أي ثمرة فاكهة. ده هيكون حوالي 450 سعر حراري، وده قليل أصلا وهيبقى كويس جدا معاك في النظام الغذائي بتاعك. فأتمنى تشاركوني بالأنظمة اللي ممكن تعملوها في طبق الواحد. يعني اكتب في كومنت كده إيه النظام اللي ممكن تستخدمه في طبق واحد، ايه الأصناف اللي هتستخدمها، وهقول لك ده نظام كويس تقدر تطبقه ولا لا سعراته بايظة. وفي الغالب هيبقى سعراته كويسة وهتقدر تطبقه إن شاء الله. وبالنسبة للناس اللي شارهة في الأكل ولو هيبقى صعب عليهم في الأول، فممكن مع الطبق ده ضيف جنبه طبق سلطة، هيكون كويس جدا جدا وهيشبعك ان شاء الله. فانا حقيقي برشح النظام ده لكل الناس ان هم يبداوا يطبقوه في الوجبة الاساسية بتاعتهم، لان المشكلة الكبيرة عند اغلب الناس بتكون في الغداء في الوجبة الاساسية، لكن هم في الفطار والعشاء بيفطروا كويس وكتير جدا العشاء بتاعهم بيبقى خفيف وبدون عشاء كمان، لكن بيكون في الغداء بيبوظوا الدنيا خالص. فنظام الطبق الواحد ده هيفرق معاك كتير جدا ان شاء الله. منتظر تجربتكم مع نظام الطبق الواحد، فاكتبوا لنا في الكومنتات كده تجربتكم وايه الوجبات اللي هتبداوا تعملوها والوجبات اللي نفسكم تعملوها في طبق الواحد. وان شاء الله اقول لكم النظام ده حلو، وافكاركم دي كمان انا ممكن استخدمها ليا واستخدمها مع المرضى اللي بتتابع معايا كمان. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.